السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الحلوين عاملين ايه؟ جبت لكم فيديو النهارده حلو جدا. انا عن نفسي بموت فيه بموت فيه، فقلت هعملها عشان انا نفسي فيه. قلت لا، انا هطلع اصورها لكم عشان تشوفوه قد ايه هي سهلة معانا. انا هعمل النهارده سينابون. السينابون ده مفيش حد ما بيحبوش، او بمعنى صح يعني كتير مننا بيحب السينابون. فقلت اطلع اوريه لكم بقى ازاي. يلا تعالوا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق. تمام كده. هنزل عليه بكيس بيكنج باودر. يبقى هنزل عليه بكيس من البيكنج باودر وفانيليا وخميره. يبقى خميره وبيكنج باودر وفانيليا. هحط كل حاجه زي ما انتم شايفينها كده. معايا 3 معالق من السكر البودر. يبقى معايا ايه؟ 3 معالق من السكر البودر. معايا معلقه خل. معلقه الخل بتبقى حلوه قوي جدا للمخبوزات. معايا 3 معالق لبن بودر. حلوين لحد كده؟ حلوين. معايا رشة من الملح، الرشة بتاعتنا الحلوة اللي معانا على طول. جربوها يا جماعة كده. قوموا اتنشطوا كده، يلا يلا ابدأوا كده واعملوا. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة الغرفة معايا مكعبين من الزبدة. والله بصوا، انا كنت قاعده ما بيا ولا عليا، قلت بصوا انا هشوف لو عندي الحاجه هقوم اعملها. انا لقيت الحمد لله والله العظيم لقيت عندي الحاجه. قلت لا يلا بقى، قومي بقى اتنشطي كده واعمليها ووريهم، وريهم شطارتك. تمام كده تمام. هنزل عليهم. بصوا بقى، في حاجه عندك اختيارين. لا اما تنزلي عليهم بكوبايتين ميه دافيين، لا اما كوبايتين لبن دافيين. عندك اختيارين، انت حرة فيهم. باللبن بتطلع وهم. انا عن نفسي جربتها باللبن وجربتها بالمية، الاتنين احلى من بعض. فانا عن نفسي عشان عندي لبن هنزل عليها بكوبايتين اللبن بس. أنا مش هنزل عليها اوريدي مرة واحدة، لا انا هنزل بنصهم نعجن وانزل بالباقي. يلا بقى نبدأ كده نعجن مع بعض. سموا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هتلمي معاكي، ما تقلقيش، كل ده هيلم معاكي. بس اهو، يمين كده وشمال هتلاقي الدنيا ايه اتظبطت. انا خلصت. بصوا بقت عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان عجينه السينابون وعجينه المخبوزات بتبقى طريه. بصوا قعدت تلزق معايا تلزق، بس انا فضلت اجيبها يمين وشمال هنا لحد ما بقت معايا بالمنظر ده. بصوا بقت عامله ازاي مرنه. يبقى عجينه المخبوزات يا جماعه لازم تبقى مرنه معايا وطريه. بصوا علشان تبقى طريه معاكي في المخبوزات بتاعتك. هديها بقى كده ساعه تخمر شويه ونشوف هنعمل ايه عقبال ما تخمر. تعالوا بقى نعمل الصوص الابيض الجميل بتاعنا اللي بنحطه على السينابون. هجيب معايا كوبايه من السكر البودر. السكر البودر ده يا جماعه بيتباع عند العطار، عند اي حد هتلاقيه، يعني ما توقفيش نفسك. معايا مكعبين زبده صفراء. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايه لبن بودر. تمام. معايا جبنه اللي هي المثلثات دي، بس انا عندي اللي هي اللي في كوبايه فحطيت منها اهي. ومعايا نص كوبايه ميه، بس انا عشان الكوبايه كان فيها ربع لبن من العجن، رحت مكمله ايه عليها. تمام كده. الميه بتبقى دافيه يا جماعه. وهمسكهم اضربهم كده اهو بالهاند بلندر بتاعي. بصوا انا ضربتها اهي. هقوم نازله عليها بنص كوبايه كريم جانتيه. نص كوبايه ايه كريم جانتيه. على فكره الصوص ده بيبقى رائع رائع رائع. هضرب بقى جامد كده. هحطه بقى كده في التلاجة يتقل شوية واغطيه واحطه في التلاجة عبال ما نعمل العجينة بتاعتنا. رجعت ليكم بعد ما العجينة بتاعتي بقت جميلة وبقت حلوة اهيت. شايفين عاملة ازاي. جبت معايا طبق فيه 3 معالق، مرضتش اقلبهم الا اوريهم لكم. 3 معالق سكر بودر، معلقتين كاكاو اللي هو الخام، معلقتين قولوا معايا قرفة. يبقى معلقتين قرفة، معلقتين كاكاو اللي هو الخام، و3 معالق من السكر البودر. وهقلبهم كده مع بعضيهم. تمام. هاجي بقى هنا اجيب العجينه بتاعتي وهرش على المفرش بتاعي السيليكون دوت دقيق كده زي ما انتم شايفين. وهقوم نازله عليها بالعجينه بتاعتي.
بس الطبق. وهقوم بقى انت جايه فرداها، احط عشان اعرف افرد. جايبه النشابه بتاعتي اهو، هفردها على مقاس السيليكون كله. ورجعت تاني ليكو بعد ما خلصت. بصوا فردتها ازاي بالمنظر دوت. جبت معايا 4 مكعبات من الزبده اهمت. تمام كده. وهقوم دهنه كل الوش، ما تسيبيش تنتوفه. معلش يا جماعه القطه، ما تسيبيش تنتوفه الا ما ايه، ما تدهنيها اهو. شوفوا بقى كده اهو، هدهنها كلها، هشبعها كلها بالزبده. انا دهنته كله بالزبده زي ما انتوا ايه شايفين كده. وهنزل بقى عليه باللي انا عاملاه دلوقتي، اللي هو الكاكاو والقرفه والسكر البودر اهو. تمام تمام. اقوم جايه معلقه كده من الزبده بتاعتي. بصوا مرشرشه مرشرشه يا جماعه، بس كده اهو، بندع بس مش اكتر من كده. تمام تمام. واقوم جايه عاملاها لور. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عاملاها زي اللور بالظبط. هتلف معاكي وما تقلقيش من اي حاجه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. اهو، تاخديها كده بالراحه بالتدريج كده. عملت لور اهوت قدامكم. هقوم بقى جايه ومقطعاه قطع. بسم الله اهو، تقطعي كده. تمام اهوت. همسك طبعا الاول واحده اللي هي من ناحيه الطروف بتبقى ايه، واقوم جايه يا جماعه عاملاها بالمنظر ده، مكوراها كده مظبطاها بايدك وحطاها في الصينيه. نيجي اللي بعدها اهو، واحطها بالمنظر دوت جنبها. ورجعنا تاني اهوت، حطيتها في الصينيه بتاعتي اهيت. هسيبها تخمر عشان طبعا انتوا عارفين ان الجو ساقعه. هسيبها تخمر قيمه نص ساعه بالظبط. واقوم هحطها على في الفرن لمده 15 دقيقه. يعني بعد ما تخمر هحطها في الفرن 15 دقيقه. انا بقى الخليط اللي انا قلت لكم هحطه في التلاجة طلعته خليته ساعه ورحت مطلعاه. مش انا حاطه فيه كريم جانتيه، هضربه بقى عشان القوام يتقل معايا واحطه على السينابون بتاعي. انا كده خلاص ضربته، هحطه بقى في التلاجة عقبال ما اطلع السينابون واسيبه يبرد 5 دقايق. هيكون هو تلج معايا شويه. يلا رجعت تاني ليكم بعد ما طلعته من الفرن. بصوا عايزه اقول لكم يتاكل، والله يتاكل كده من غير اي صوص ومن غير اي حاجه. ريحه يعني الريحه مديه البيت ريحه وهم وهم وهم. تعالوا يلا بقى الصوص بتاعنا اهوت. هنحطه بقى بالراحه خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي، صلوا على النبي كده في قلبكم اهو. بسم الله. تغرقيه بقى كده بالمنظر ده كله كده بيتغرق. بصوا تنزلي كده بسرسوب سرسوب كده بالراحه. ورجعت ليكم بعد ما حطيت الصوص. جبت بقى معايا صوص كريم كراميل. بصوا بقى، تفضلي كده بس ايه كايه يديله كمنظر. عايزه اقول لكم وهم وهم وهم. ثواني بقى كده. عندي صوص شوكولاته. بصوا اهو، قطعة ب40 وب50 جنيه يا جماعة. وانا ما عملتش يعني حاجة، ما اخترعتش. بصوا في مثلا ماما الله يرحمها كانت بتقولهولي اللي فيه عينين وراس يعمل اللي بيعملوه الناس. يعني بصي ما تقوليش لا انا مش هعرف اعمل، لا لا انت احسن منهم وفيكي دماغ. وتبصي احنا كمصريين لما بنشغل دماغنا بتبقى حكاية. فصدقوني شغلي دماغك هتلاقي الدنيا معاكي بقت جميلة جميلة جميلة. واخترعي. باظت النهاردة اوعدك والله المرة الجاية مش هتبوظ. جربوا يا جماعة السينابون دوت بطريقة سهلة. الحاجة مش عندك، لو نزلتي النهاردة هاتي حاجة في حاجة. ما تجيبيش كل حاجة مع بعضيها، لا.
هاتي حاجه في حاجه، فاهماني؟ يعني ما تقوليش لا ما عنديش كذا، طب انا جبت طلبات النهارده خلاص اجيب اللي بعده، اجيب حاجه تانية، اجيب حاجه تانية. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو السينابون. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون كده كنت خفيفه معاكم ولطيفه. واهم بقى كل حاجه، متنسونيش اللايك والشير، وتدعوا لي دعوه كده حلوه من قلوبكم. ويا رب يا رب يا رب السنه الجايه، يعني السنه اللي داخله علينا دي، تكون سنه جميله وسنه سعيده، وكل اللي ما حققش احلامه السنه اللي فاتت يحققها السنه دي. واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.